قلتي ايه؟ لا انا بنتي مش مستعجله على الجواز، تكمل تعليمها طبعا الاول. الحقيني يا ماما. ايه يا ملك؟ انا حامل. حامل ايه يا بنتي؟ الكلام اللي بتقوليه ده كلام اتقال قدام مرات عمك؟ يا ماما سيبك من مرات عمي، انا تعبانه ورحت كشفت عند الدكتور وقال لي ان انا حامل والتحاليل اهي. يا نهارك اسود، اللي هو ازاي يعني؟ مش عارفه انت يا بنت مش عارفه والله يا ماما، انا مستغربه، انا مش فاهمه حاجه، ده انا حتى ماليش اصحاب ولا ليا حد. يا نهار ابيض، ده حامل. يا نهار ابيض، تقول لي مش عايزه تتجوز؟ مش عايزه تتجوز ايه؟ انت يا بنت. ماما بعرف والله مرات عمي انا بنتك بريئه. طلعت حامل. انا ما خلاص يا عملتش ملك، حاجه والله يا مرات عمي. ادخلي يا ملك جوه يا ملك. وانتي بنتك طلعت حامل وخايبه زيك، وعامة احنا اللي مش عايزينكم ومش موافقين عليكم اصلا. انت بتقولي ايه انت كمان؟ وصلت لكده يا ملك؟ ملك انا ايه اللي حصل لي ده؟ انا اعمل كده؟ انا عمري في حياتي ما عملت حاجه زي كده. لا انا ما حدش لمسني. يا رب يا رب انت اللي عالم قد ايه ان انا ما يطلعش مني الحاجات دي. يا رب يا رب يا رب انا خايفه. انت قافله الاوضه ليه؟ ملك افتحي يا حبيبتي. قولي لي بس هو مين يا ملك عشان الحق اتصرف. ملك عشان خاطري، ملك انا ماليش غيرك. ملك ما تجيبيش سيرتنا على كل لسان. بالله عليكي يا ماما ما تصعبيهاش عليا، انا مش عارفه ده حصل ازاي. انت عارفه كويس ان انا ما حدش لمسني ولا قرب لي، ده انا ماليش صحاب، ماليش حد في الدنيا خالص. انا ما اعرفش ده حصل لي ازاي. انا خايفه على نفسي يا ماما، انا عارفه كويس ان انا ما عملتش حاجه زي كده. افتحي يا ملك، هنتكلم مع بعض. مش احنا اصحاب يا ملك؟ مش احنا اصحاب؟ افتحي يا ملك الباب. اتصرف ازاي يا رب؟ اتصرف ازاي؟ هجيب مين؟ سيبيني يا ماما، انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه، سيبيني يا ماما. ماشي يا ملك ماشي، انا هسيبك يا ملك دلوقتي، بس مش لوقت طويل. لازم يا ملك اعرف ايه اللي حصل. والنهارده يا ملك ما تكسرنيش. ايه يعني ايه؟ ما عرفتش يا ربنا ولا ايه؟ يا رب كملها بالستر يا رب يا رب. بقول لك يا ريتاج، بدل ما انت قاعده كده ما اعمل لي حاجه اشربها. لا مش شاي، ما انت لسه شارب من شويه. بيجي هتقعد ترد كل كلمه بكلمتها. ايه يا ام عملت ايه؟ بص يا احمد، الموضوع ده تنساه خالص. استني يا ريتاج، قومي ادخلي انت جوه. قومي. انساها خالص ازاي؟ انسى بنت عمك دي خالص، ولا تقولي عليها ولا تتكلم عليها خالص. ايه اللي حصل طيب؟ اللي حصل وانا هناك بنت عمك طلعت حامل. ايه؟ طلعت حامل عايز تتجوزها. شوف هتعمل إزاي؟ ايه. طبعا طلعت حامل وانا قاعده وشايفه بعيني التحاليل جايه ومكتوب فيها انها حامل. بقى ملك اللي تعمل كده؟ اللي العيله كلها بتقول ما فيهاش غير ملك، وملك الناصحه العاقله اللي بتفهم المتعلمه. بص يا احمد، انسى الموضوع ده خالص. ده الحمد لله يا ام ان انا ما اتدبستش. الحمد لله يا ابني، الحمد لله. امال لو عمي كان عايش كان عمل ايه؟ مش عارفه كان عمل ايه يا ابني. حسب الله ونعم الوكيل. الحمد لله. ريتاج يا ريتاج، جايه. نعم. خدي تعالي. بقول لك ايه، انا عايزك تروحي دلوقتي عند بيت عمك، تعرفي لي ايه اللي بيحصل والدنيا داير على ايه هناك وتعرفيني. طب والفلوس؟ هو انت ما بتعمليش اي حاجه كده لوجه الله خالص؟ اما تجيبي لها اخبار حلوه اديك اللي انت عايزاه. خلاص ماشي، عيب يلا. عليك. بس برافو عليك يا دكتور، عملت اللي انا عايزه وبالظبط. انا كده بقى اكلمه عشان اقول له ان انا هحاسبه، واي حاجه هيعملها هديله حسابها. الو يا دكتور. لا الله ينور، عجبتني. طيب يا احمد، يعني كده تمام والامور ماشيه تمام؟ خلاص يبقى تديني بقى اللي انا عايزه ولا ايه؟ بس بقول لك، هو حد يعرف اللي بينا؟ لا اطمن، طول ما انت بتدفع محدش هيعرف اللي بينا ايه. اعمل ايه يا رب؟ مين اللي بيخبط؟ مين؟
ريتاج تعالي عم. تعالي يا حبيبتي. بصي يا بنتي، ارجوك يا ريتاج، ملك بتحبك وبتتكلم معاك. تعالي خبطي على الباب وخليها تفتح، حاولي ان هي تفتح والنبي، بس اوعي تعرفها ان انا جنبك، ماشي؟ ماشي. تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي، خبطي، اوعي تعرفها ان انا جنبك، ماشي؟ حاضر. يلا. ملك، افتحي يا ملك، انا ريتاج، افتحي. ريتاج، كويس ان انت جيتي في الوقت ده، كنت محتاجه اتكلم معاكي قوي. ريتاج، ماما جنبك؟ لا مش جنبي. طيب ماشي. ايه فاكره ان انت لما تحبسي نفسك في الاوضه يبقى انت كده خلاص حليتي المشكله والموضوع انتهى؟ يا ماما احب على ايدك، احب على رجلك، والنبي سيبيني، في حاجات عايزه بس اعيد ترتيبها، والنبي سيبيني يا ماما، سيبيني. اهدي يا ملك، خرجي يا مرات عمي دلوقتي، هقعد انا وملك سيبيلي شويه. ريتاج، سيبيلي ريتاج، عن اذنك يا ماما. روحي يا مرات عمي. والنبي يا ماما، والنبي. روحي. تعالي يا ريتاج، اقعدي. يا رب ده حلم ولا كابوس؟ يا رب حل الأزمة دي على خير، يا رب يكون حلم وفوق منه، يا رب والنبي أنا مش قد المصيبة دي. أنت عارف يا رب إن أنا لوحدي ماليش غيرك، يا رب اقف جنبي. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. استاذ اشرف، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا دكتور، اتفضل. انا في حاجه كده عايز اسالك عليها. هو انت ليه بتخليني اغير التقارير اللي بتاع التحليل اللي انا بكتبها؟ انت مش بتاخد فلوس؟ ايوه باخد فلوس، بس موضوع ان انا اغير التقارير ده بتبقى حاجه مش حلوه. ليه؟ بقول لك ايه يا استاذ اشرف، هو انت فاكر معمل التحليل اللي عندك ده شغال؟ لا طبعا يا حبيبي، كل الناس اللي عندك دي انا اللي ببعتها. كل عيش وانت ساكت. انا عارف بكده يا دكتور، بس ما ينفعش. يعني ده اخر واحده دي انا طلعت ان هي حامل وهي مش حامل، ازاي تخليك تتريق ان هي حامل؟ ما انا عارف ان هي مش حامل، لكن انا عايز كده بالفلوس. بتاخد فلوس تعمل اللي اقول لك عليه، ما تجادلش في حاجه. انا شايف ان ده حرام. بقول لك يا حرام ولا حلال، ما تشغلش بالك بالنقطه دي. ولا انت عايز تقعد في البيت؟ لا خلاص اللي انت شايفه. خلاص كل عيش واسكت بقى. مع السلامه. اشرف، بقول لك ايه يا حبيبي، لو هتتكلم كتير في الموضوع ده انا ممكن اشوف معمل تحليل غيرك خالص وتقعد في البيت بقى. لا هو معمل ليه؟ اللي انت عايزه هعمله. يبقى تقفل بقك. تمام. مع السلامه. هو ده الصح. بقول لك ايه يا حبيبتي، التحاليل اللي بره دي عايزاكي تاخديها وتوديها لدكتور تاني ويقراها كده ويفهم اللي فيها، واي حاجه الدكتور يقولها لك ترجعي تقوليها لي، ماشي؟ والموضوع ده ما يطلعش برانا، سر ما بيني وما بينك. حاضر يا ماشي؟ ملك، اللي انت عايزاه اعمله لك. ماشي يا حبيبتي. يا رب جيب العواقب سليمه. هو أنا تليفوني فين؟ هي دي التحاليل اللي ملك قالت لي عليها؟ أنت مالك ومال التحاليل دي؟ في يا مرات عمي، ملك قالت لي اخد التحاليل دي واوديها لدكتور تاني عشان يشوفها. طب روحي انت شوفي انت رايحه فين. ماشي، انا اروح. طيب روحي. مع السلامه. تصدق فكره، انا لازم اشوف اسم الدكتور اللي هنا عشان خاطر اروح له. لازم اروح له وافهم منه. اهو العنوان كان حلو ده. يلا. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. انا ام البنت اللي هي ملك اللي جات لك هنا. ملك؟ انت امها؟ ايوه يا لا دكتور. حول ولا قوه الا بالله. ده البنت كشفت واول ما عرفت ان هي حامل انهارت ومشت، حتى انا نسيت تاخد الروجيتا بتاع العلاج. يا دكتور ابوس ايدك، حامل ازاي؟ ده مش متجوزه. انت بتقولي ايه يا استاذ؟ متجوزه ولا مش متجوزه مش بتاعتي انا كشفت عليها وطلعت حامل، ولزياده التاكيد برضو بعتها تعمل تحاليل، والتحاليل برضو قالت ان هي حامل. تحاليل كمان؟ يعني كمان التحاليل اثبتت. اعمل ايه يا رب؟ طب بقول لك ايه، امال هي فين؟ هتموت نفسها هناك من العياط، حابسه نفسها في الاوضه. لا حول ولا قوه الا بالله. على فكره
دي ممكن تعمل في نفسها حاجه. ايوه، كتير بيقعوا في نفس الغلطه اللي هي وقعت فيها، وفي الاخر بقى بنسمع اخبار عنهم مش كويسه. اقعدي مع بنتك، افهميها، شوفوها مين اللي عمل كده معاها. جايز يطلع عيل ابن حلال ويكتب عليها لما يعرف ان هي حامل، او يكون متجوزه من وراكم. طب بس اعرف بس وترد عليا، اعرف بس. ثانيه بقى اكتب لك على شويه مقويات عشان هينفعوها. بلا مقويات بلا زفت، انا هعمل بقى ايه؟ خليني في المصيبه اللي انا فيها. كل ما سايبكم مع نفسكم بقى يا استاذه. لا حول ولا قوه الا بالله. البنات تغلط وبعدين يشيلونا احنا الحق. يعني ايه؟ يعني فعلا بنتي حامل؟ طب اتصرف ازاي؟ اسمع كلام الدكتور؟ اسمع كلام الدكتور، ما انا مش هخسر بنتي برضو. اكيد لما صاحبها واتكلم معاها بالراحه وافهم منها تعترف لي. ما اكيد متجوزه، ما انا مربياها على الغالي، انا مربيها، يستحيل تغلط من ورايا. ايوه هو ده التصرف الصح. ايوه. الو، ايه يا احمد؟ البنت امها جت هنا ومنهاره، لا منهاره على الاخر. يا راجل ده كان هتموت وهي بتكلمني كده. الموضوع مش زي ما انت عايز بالظبط. ما تنسانيش بقى في الحساب. وانا عندي وعد معاك، اللي انت عايزه. ماشي، سلام. تعالي يا ريتاج، اتأخرت ليه؟ كنت بشوف الحوار داير على ايه هناك. طب طمنيني، ايه اللي حصل ولا ايه اللي دار هناك؟ انا كل اللي انا اعرفه ان مرات عمك وبنت عمك الاتنين بيتخانقوا مع بعض، بس مش عارفه من ايه. حلو قوي كده اللعبة ابتدت. بنتي يا ريتاج، انت يا بت، انت كنتي فين كل ده؟ كنت عند مرات عمي. ورحتي عند مرات عمك ليه؟ انا قلت لك ما تروحوش هناك تاني. ايه ده ريتاج، هو انت رحت عند بنت عمك؟ انت جننت ولا ايه؟ اعملي حسابك، انت لو رحتي هناك تاني هكسر رجلك. ما تروحيش هناك تاني. ايه ده، هبقى اديك اللي انت عايزاه. بقول لك ايه، بيت عمك ده تنسيه خالص، على الله اشوفك بتكلمي حد هناك ولا تروحي عند حد فيهم. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ ماشي يا ماما. واوعى تكسري لي كلمه، انا بقول لك اهو. حاضر. اسمعي كلام اخوكي واسمعي كلامي، اللي احنا بنقول عليه يمشي. ماشي. يلا انا همشي، انا خارج بره. ماشي؟ رايح فين؟ انت رايح فين؟ هروح اقعد مع اصحابي. اوعى تكون رايح عند عمك انت كمان. لا اطمني، مش هروح عند اصحابي. طب يا اخويا روح. وانت يلا يا حلوه، تعالي نشوف المطبخ فيه ايه. يلا ايدك يا اختي، روحي المطبخ. ملك افتحي يا ملك، افتحي يا حبيبتي، عايزه اقول لك على حاجه. افتحي، هنتكلم مع بعض يا ملك، هنتكلم مع بعض يا حبيبتي. طب هقول لك على حاجه بقى، انت لو ما فتحتيش انا هعمل في نفسي حاجه يا ملك. افتحي الباب بقى. لا يا ماما، ما تقوليش كده، انا اللي هريحك مني. انتي ما تستاهليش تعملي حاجه في نفسك. انا اللي عايزه اروح. انا ما اعرفش انا عملت ايه، انا بكفر على حاجه انا ما عملتهاش. سيبيني يا ماما، هريحك مني لاني مظلومه يا ماما، والحقيقه لسه ما ظهرتش. خلاص يا ماما، ريحك مني. ايه انت بتقولي ايه يا ملك؟ لا يا ملك، ما تشمتيش فيا الناس يا حبيبتي. لا يا ملك، هو انا افضل واقفه اتفرج كده؟ لا، انا لازم اجيب حد يكسر الباب. ابن عمها هو اللي يجي يكسر الباب. احمد الحقني يا احمد. يا مرات عمي في ايه؟ الحقني يا احمد، تعالى، بنت عمك حابسه نفسها في الاوضه يا احمد، انقذها والنبي. مرات عمي، وعاجل البيت وتلبسين البلوه اللي بنتك عاملاها دي. يا ابني بلوة ايه؟ انا مش عايزه حاجه منك، عايزاك بس تفتح الباب. تساعدني يا احمد والنبي، ابوس ايدك. حاجه معاك وامر لله، ما انا قلبي الطيب والحنان هو اللي موديني في داهيه. مع انها مرات عمي كذا مره اتقدم وترفضيني. اوعى تفكري نفسك بقى دلوقتي ان انا ممكن اتقدم لها ولا اخدها. انسي. وما زلت مش عايزاك تتجوزها. اتكلمي كويس، هو انت ايه البجاحه اللي انت فيها دي بعد اللي بنتك عملته وبرضه بجحه؟ طب خلاص، حقك عليا، تعالى بس اكسر يلا الباب. اوعى يا مرات عمي، تعالى بسرعه. حنيتي اللي مودياني في داهيه. تعالى. فين يا مرات عمي؟ تعالى يا احمد، خش جوه في الاوضه. جوه؟ مرات عمي وهيكون لعبه منك ولا ناوي على حاجه؟ يا ابني مش ناوي على حاجه، انا عايزاك بس تكسر لي الباب. طب خلاص، احنا هنسيب الباب مفتوح، ما تقفلهوش. حاضر يا احمد. انا بعمل كل ده بس عشان خاطر عم الله يرحمه. الله يرحمك يا عمي.
كان بيعتبرني زي ابنه وما كانش فيه احن منه. الله يرحمه، ده حواجلي متهيألي لاشكالك. ما يلا توقف يا ابني من اشكالكم واللي بتعملوه. تعال تعال. ملك افتحي الباب يا ملك، ابن عمك معايا وهيكسر الباب، افتحيه. اوعى كده اوعى كده يا ملكه بنت عم عقالي كده، وافتحي خلينا نتكلم ونتفاهم، وقولي لنا مين ده، وصدقيني لو قلت لي مين ده هجيبه لك راجح تحت رجلك. بجد بجد يا احمد؟ ايوه بجد، كله عشان خاطر عمي. الله يرحمه. افتحي يا ملك، افتحي يا بنت عمي. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ والله العظيم ما في حاجه من الكلام ده، وعشان اثبت لكم انا هفتح. ملك انت كويسه؟ انت كويسه يا ملك؟ انا بدل ما تزعقي لها ولا تقولي لها حاجه تقولي لها انت كويسه. بص يا ملك، عايزك بالراحه كده وتحكي لنا، قولي لنا مين ده عشان نعرف نحل المشكله. والله العظيم انا ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملتش حاجه يا بابا. بص يا مرات عمي، حتى لو حكت واتكلمت عشان الموضوع كده ايه هيكبر، هودي هنروح نقول له ايه؟ هنقول له تعالى اتجوز بنتنا، واكيد ليه اهله، والموضوع بقى هيبقى على كل لسان في المنطقه وهنتفضح. ايوه احنا لازم بقى ايه نكتم على الموضوع. وانا هعمل ايه كله عشان خاطر عمي؟ هتجوزها وامر لله عشان يبقى محدش يعرف حاجه، وهدار على بلوتها. والله شوفي واسمعي، انت لو رفضت حاجه زي كده العيله كلها هتعرف، وشوفوا بقى ممكن العيله تعمل فيكم ايه. استلقوا وعدكم بقى. لا 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 لا، مش عايزه اتجوزه. احمد انا موافقه. طب بس واضح ان البنت مش موافقه. انا احمد قلت لك انا موافقه خلاص. طب خلاص، وانا مقدر ظروفك يا ملك عشان الحاله اللي انت فيها، انا عارف. يلا همشي انا كده، هجهز المأذون والشهود واجهز الدنيا. ماشي؟ مش عايزه اتجوز يا بابا، انا بريئه يا بابا، ما عملتش حاجه، انا تربيه ايدك. كسرتيني وخلاص وجبت راسي في الارض. زلتيني الواحد زي ده كان كل ما يخبط على بابك ارفضه. والله ما كل ما يقول عملت لي حاجه حاجه، اقول له لا. انا ما اعرفش ده حصل ازاي، والله ما عملت حاجه يا بابا. مع ان قلبي بيقول ان انت ما تعمليهاش، ما عملتش حاجه، بس عيني وعقلي مش مقتنعين. والله انت عارفه انا تربيه ايدك يا ماما، والله ما عملت حاجه يا بابا، ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده يا بابا، والله والله يا رب انت اللي عامل معلم بحالي يا رب يا رب يا رب يا بابا. انا بس يا امي، ايه يا احمد؟ بقول لك ايه، قول يا ابني قول. عايزك كده تيجي معايا انت وريتاج عشان هروح اتقدم لبنت عمي. لمين؟ مالك بنت عمي؟ بنت عمك مين يا احمد؟ ما انت عارف اللي فيها يا احمد. هعمل ايه يا امي؟ عشان العيله وسمعه العيله وشرفنا يا امي، ما هو اللي هيمسهم هيمسنا يا احمد ما ينفعش يا احمد، ما انت عارف. بقول لك ايه يا امي، انا قررت. قلت ايه؟ هتيجي معايا ولا لا؟ بس انا عايزك معايا يا امي. ماشي يا احمد حاضر. يلا يا ريتاج. ايوه روح مع يلا أخوك. تعال، وانا هكلم المأذون واحنا ماشيين في الطريق. يلا يا ابني يلا. ازيك يا عماد عامل ايه؟ ازيك يا اسطى؟ مال مالك يا ابني جاي كده شكلك زعلان في حاجه ولا ايه؟ يا اخي الواحد متضايق، وفي دكتور كده بتعامل معاه هو اللي يعتبر مشغل المعمل وبيبعت لي تحاليل وكده يعني. ماشي وبعدين يعني؟ بيخليني اكتب التقرير غلط. تتخيل اني بكتب التقرير غلط يا عماد؟ طب انت ازاي اصلا توافق يا اشرف على الكلام ده؟ ما انا لو ما وافقتش هيقطع عيش. ما يقطع عيشك يا عم، انت فرحان بالقرش الحرام اللي داخل لك يا اشرف؟ يا اشرف الناس بتجيلك اصلا بتعمل التحاليل عشان تتاكد كان عندها حاجه ولا بتاع، لكن انت بقى لو اخطات اصلا في تشخيص في حاجه زي كده المفروض تعيد التحاليل مره واثنين وثلاثه. انا عارف كل ده يا عماد، بس مش عارف هعمل ايه. بقول لك هيقطع عيش، مش هيبعت حد للمعمل يا عماد. يعمل لك رب اسمه كريم يا عم. بقول لك ايه، طب وفي ايه تاني يعني؟ والله انا كل ده مهون عليا، الا في بنت اسمها ملك جت كشفت عندي. المهم عملت لها التحاليل، البنت مش حامل. خليني كتبت ان هي حامل. اتصل بالتليفون وقال لي اكتب تقرير ان هي حامل، وانا مش فاهم كل ده ليه. طب وجوزها؟ انا ما اعرفش جوزها وما اعرفش حد. وهتكوني اصلا اشرف هي اصلا مش متجوزه. الله اعلم، انا مش عارف هو كده البنت دي عمل معاها ليه كده اصلا. طب دلوقتي حالتها ولا حاله اهلها لو هي اصلا مش متجوزه؟ ده دلوقتي مساكين دلوقتي تلاقيهم في نار دلوقتي. بقول لك يا اشرف، انت لو عارف عنوان البنت دي ما تروح لها وتعرفها ان هي اصلا مش حامل.
والله يا عماد انا عايز اعمل كده، بس خايف برضه لا اقطع عيش. يعني انت شايف ان كده يعني عادي؟ ايوه يا عم، ليك رب اسمه كريم هيرزقك من حته تانية. عندك حق يا عماد، الواحد ما يسكتش على الغلط، وان كان على الرزق ربك هو اللي بيرزق مش حد تاني. وانا هدور كده على الكمبيوتر، اكيد هلاقي العنوان بتاع مالك دي وهروح لها، اكيد هوصل لها. طب عايزني معاك؟ لا شكرا. اسمعي يا بت انت، انا مش عايزاكي تفتحي بقك خالص. هتتجوزيه يعني هتتجوزيه بعد ما فضحتني في وسط العيله وكنت رافعه راسي بيكي. مهندسه راحت، المهندسه جت، وما شاء الله دلوقتي حطيتي راسي في الطين. فاهمه؟ يجوا ما تفتحيش بقك، ما تتكلميش كلمه لحد ما يا حبيبتي يتجوز، وبعد كده اشوف البلوه دي، اشوف البلوه دي عملتيها ازاي. سلم يا رب، سلم يا رب، والنبي قلبي هيقف، قلبي هيقف بعد كل الفخر اللي كنت مفتخرها بيكي. خلاص انكسرت وعيني بقت في الارض. ما تقوليش كده، انت بتعذبيني. بعذبك؟ العذاب اللي انت حاساه 1%، انا 1000%. لا 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 لا، انا ما عملتش كده والله، يعني والله ما عملت كده. انت عارفه يا ماما، عارفه يعني يا ايه ماما تتحدى؟ صدقي قلبك يا ماما، انا ما عملتش كده. عارفه يعني ايه تتحدى الكل وتقفي براس مرفوعه وتقولي انا ما خلفتش بنت، انا مخلفه راجل. تحافظ على نفسها وتبقى في وسط الناس كلها ب1000 راجل. يا ماما انا الراجل محافظه على نفسي لاخر لحظه، بس مش عارفه ده حصل ازاي ما اعرفش. لو انا كنت اعرف كنت حلتها بايدي. بقول لك يا ام قبل ما اخبط، قول يا احمد. الموضوع القديم اوعى تفتح في حاجه ولا ترمي حاجه ولا تقول لها اي كلام. ما عشان خاطرك انت يا احمد انا مش هتكلم في حاجه رغم ان انا ما كنتش موافقه. ايوه يا ريت، خلاص اللي فات ما تخلينا في دلوقتي. نشوف. جم اوعي تفتحي بقك، فاهمه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. يا مرات عمي، السلام عليكم. عليكم ازيك يا أم السلام. ملك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ملك عامله ايه دلوقتي؟ زي الفل، اتفضلي. الحمد لله يا ادخلوا اتفضلوا اتفضلوا. اسمعي، انا جبت ام اهو وجيت عشان خاطر نبقى عيله في بعض واحنا كده مننا فينا يعني. وماله يا ابني؟ اوعى وماله؟ اوعى اتفضلي. اوعى البت تحرجني وتقول لا، عشان بص علم الله هتشوف وش تاني. مش هتفتح بقك. تعالي يا مرات عمي، اخبارك ايه؟ الله ينعل ابو الزمن اللي زلني ليك. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا ملك؟ عامله ايه؟ ارتاحوا يا جماعه. ها احنا كده اهو على وش بعض. موافقه ورن على المأذون والناس والشهود عشان ما تجيش قدامه وتقعد تعك بالكلام والكلام ده وتفضحنا. خلاص يا احمد، موافقه موافقه. طيب استنى بقى رن ايه على الشهود. السلام عليكم عم عمرو. بقول لك ايه، هات واحد معاك وهات البطايق وتعالى لي على بيت عمي. ماشي مستنيك ما تاخرش. ماشي. بقول لك صح، وعدوا النبي على استاذ ابراهيم، هتجيبه معاك المأذون هتجيبه معاك. ماشي يلا سلام. هم خلاص جايين في الطريق. وماله يا ابني؟ مالكم اضحكوا كده ولا حد يسمعنا زغرتها ولا حاجه يا جماعه؟ ايه مالكوا زعلانين؟ ما تزغرتي يا مرات عمي. اما نكتب كتب كتاب يا احمد هنزغر. ماشي خلي الفرحه تعم كده ونفرح وننبسط. زعلانه ليه؟ ده احمد هيجوزك يا مالك. دموع الفرح يا امي، دموع الفرح. يا اخويا اسمع يا دكتور محمد، يا اشرف في انا ايه مش هشتغل تاني؟ معاك تاني. ايه؟ مش هشتغل معاك تاني. ليه؟ هتقعد في الشغل الشمال ده ما ينفعنيش، والرزق الحرام ده مش لازمني، مش هدخله على عيالي تاني. وفي حاجه كمان عايز اقول لك عليها، انا جبت بيانات ملك وهروح لاهلها دلوقتي واعرفها، يا تيجي معايا وتبقى شاهد يا انت حر بقى السلام اللي هيجرى لك منهم. طب استنى، بقول لك يا اشرف، انت ممكن تعملها بجد؟ طب ما تستهدى بالله، ولو عايز فلوس تاني اديك. لا فلوس تاني ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ما عندكش لا دين ولا ضمير؟ ايه ممكن حاجه تحصل في والدتك في اختك في اي حد. طب انا جاي معاك، وابن عمها يغور في 60 داهيه، هو حتى لسه ما عطانيش فلوس. يلا.
تعال افرحوا بقى. تعال يا محمد. هو قصدي البيت يا ده؟ دكتور محمد. هو ده. ايه ده المأذون لحق جه؟ استنى يا احمد، استنى انا هفتح الباب انا. ما تقعدش بقى تقل مني قدام الناس. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك المأذون؟ ايه ده؟ مش حضرتك الدكتور؟ ايوه هو أنا ده الدكتور. من الاخر يا مدام انا ما اعرفكيش، بس انا جيت عشان بصراحه في حاجه حصلت كده وانا مش مستريح نفسيا. ثواني مش ناقصين فضايح، ابوس ايديكم. كيف ايه اللي انا فيه؟ في ايه يا دكتور؟ ايه بص يا اللي جابك مدام، هنا؟ بنتك مش حامل. بنتك بجد ايوه مش زي ما حامل. بقول بنتك مش حامل. بجد بنتك مش حامل. اهدي. التقرير اللي معاها اللي بيقول ان هي حامل ده التقرير ده مزور، انا اللي كاتبه، بس هي مش حامل. انا ماليش دعوه. هو ثواني بس. الدكتور اللي كان متفق معايا، وعلى فكره انا اللي جبته عشان يعترف. معلش انا ضفت قدام الفلوس، واللي عمل كده احمد ابن عمها. هو اللي كان قايل لي كده. حاجه زي دي. هو اللي كان قايل لي كده. يا نهار اسود. بصي انت عرفت الحقيقه، فيا ريت بقى يا مدام، مقابل ان احنا جينا لحد البيت واحترفنا، سامحينا. معلش. الله يسامحكم، الله يسامحكم. بس الفرحه اللي انتوا فرحتوها لي نستني. مش مهم اي حاجه، مش مهم. اكيد بتقول للمأذون وهتعطل الجوازه عشان اهو لحمنا نلمه. هنعمل ايه؟ امشوا ولا لا. استنوا ابوس ايدك كمل جميل. انت ما تعرفش هو كسرنا قد ايه وحاطط راسي في الطين وزال البنت جوه. تعال جوه وقول قدامه والنبي. لا عادي اقول قدامه. ايوه طبعا. انت هتخاف من ايه؟ الله يسترك. خليك معايا يا دكتور محمد. كتر الف خيركم. ماشي كتر الف خيركم. تعال. ايوه كده فرحي كده يا مرات عم كده فرحان وزغراتي. هي كانت هتلاقي حد يلم بنتها؟ طبعا يا حبيبتي لازم افرح. اتكلم يا دكتور. ايه انت مش متفاجئ ولا ايه؟ مش شايفني؟ خير يا دكتور في ايه؟ مستني انتي فين؟ خلاص اللعب بقى على المكشوف. هو اللي كان مديني فلوس يا استاذه، هو اللي كان مديني فلوس. انت بتقول ايه؟ ابعد عن الدكتور. فلوس ايه؟ اخرسوا هتسمعوا كل حاجه بودنكم. انا جاي اصلح اللي انا عملته. انت اللي مديني فلوس عشان ازور كل حاجه واقول ان انت حامل. ابني ما يعملش كده. ده كداب. ابنك عمل ما كده. يعملش كده. ابني مش الحمد والشكر ليك يا رب. الف حمد وشكر ليك يا رب. كداب. انا كداب؟ انت عملت كده يا احمد؟ ايوه ابنك عمل كده. حرام عليك، ده بنت عمك، ده انت المفروض ستر وقاطع عليها، مش انت اللي تهز سمعتها. احمد انت اللي عملت كده يا احمد؟ انت اللي عملت كده؟ منك لله. دي بنت عمك يا امي دي بس. بنت عمك ازاي تعمل في بنت عمك كده؟ تلحمك انت اللي تعمل في بنت عمك كده. منك لله. قوم يا ملك، قوم يا ملك، قوم يا حبيبتي. الف حمد وشكر ليك يا رب. اعتذر لبنت عمك. ما حدش يعمل في بنت عمه كده. اعتذر لبنت عمك يا اخي. طب استنوا بقى عشان نكمل المسرحيه. استأذن انت يا دكتور. خلينا حلوين كده عيله ببعضينا. كنت بتتنطط وبتتشال وبتتهبد وتقول لي هتفضحنا وهتجرسنا وماليش دعوه. اوعي تلبسيني حاجه. اوعي ايدك. مش دي تربيتك؟ مش حقك ده عليا، حقك عليا. خلاص هو يا خلى جماعة. راسي في الارض. انا عايزه اعرف حاجه. انت مين اصلا يرضى بيك باخلاقك دي؟ دلوقتي وانت فاكر خلاص. ان انا بعمل كده هتجوزك؟ انت ما خيبت ظني فيك يا اخي. خلاص يا منك أمي. لله. خلاص يا جماعه حقكم عليا. بص راس بنت انا اخوها. غلطان. خلاص يا امي. ولا تيجي جنبي ولا عايزاك تلمسني. مرات منك عمي لله يا شيخ. انا مش طالب منكم غير طلب واحد، انكم تسامحوني. لسه بتنطق. حقك اسمع علينا. عمك بريء منك. حقك علينا، حقك عليا يا اختي. وما اشوفش وشك تاني. حقك عليا، حقك عليا يا اختي. حقك عليا ما تزعلوش. ورا ابنك اطلعي بره. ابني غلطان وانا عارفه. حقك عليا، حقك عليا. بوس راسك. هاتي ابوس راسك يا اختي. حقك عليا. بصي راسي. ابني جاب راسي الارض وانت بصي راسي على عارفه. ايه؟ انا ما اعرفش ان ابني عمل كده. انت كنت عالمه بيا. كنت أنا- عارفه النار اللي جوايا انا عامله كنت ازاي. بلم لحمك. تلمي لحمي. كنت بلم لحمك. ده لحمك انت قبل ما يكون لحمي. ده شرفكم وعرضكم.
حرام عليكم اللي عملتوه فيا، حرقتوا قلبي. انا ما عملتش حاجه، ابني اللي عمل كل حاجه. انا انت ما اللي عملتش عملتي كل حاجه، انتوا الاتنين مش كويسين، ما تصلحوش ان حقكوا انتوا عليا. تبقوا اهل ولا تبقوا مننا. انا عارفه ان ابني غلطان، حقك عليا، حقك عليا يا اختي. اهدي يا اختي، انا هجيبه ويعتذر لك ويبوس رجليكم. لا، يحرم عليه البيت ده يخش، خلاص ما يعتب لناش عتبه، الموضوع انتهى تاني ولا عايزه اعرفك انت كمان تاني. طب انت إيه؟ ما عرفتيش تربي. انا ما عرفتش اربي، وانا عارفه ان انا ما عرفتش اربي. حقكوا عليا، حقكوا عليا. منك لله، منك اطلعي بره. لله. حصل ابنك، يلا اطلعي بره. مع السلامه، ما انتوا عيله منك واحده. لله. حصل اخوكي بره. مش قلت لك يا ماما، مش قلت لك ان انا بريئه، مش قلت لك ان انا مفيش حاجه. انا بحامل، ده انا تربيه ايدك، انا يطلع مني الحاجات دي. الحمد لله يا رب انك زرعت براءتي، الحمد لله يا رب انك ظهرت براءتي. لك الحمد. انا اسفه.